الحزن والخذلان بيكسر الانسان، بيخليه عامل كده مش عايز، ملوش نفس في الحياه ولا في امل في الحياه ولا في، مش عايز اكمل، ويحس انه وحيد، وافضفض لمين اذا كان اقرب الاقربين هو اللي اذيني. الامر ده صعب، لكن امتى اقرر وامتى انجح؟ لما اقرر ان انا هتعافى من الامر ده. اتعافى ازاي؟ او ازاي انسى ذكريات اليمه، او ازاي انسى مواقف اليمه؟ اعمل احلال وابدال. الله، اعمل لك ذكريات سعيده. ايه الحاجات اللي تسعدك؟ ناس تسعدها على فكره، ناس تسعدها قربها من الله. طيب ما في ربنا وكل حاجه، بس انت عامل ايه مع ربنا؟ اسمعي معايا بالله عليك يا مريم عشان النقطه دي مهمه. حالك ايه؟ ليكي حال مع الله؟ يعني ايه حال؟ ما انا بصلي وبصوم وبقرا قران. متخذ الله عز وجل صاحب وانيس. يعني ايه؟ يعني بحكي له على كل حاجه، يعني بحكي لربنا كل اللي انت هتحكيه للصاحب ولا للاخ ولا للاخت ولا للانتيم، اللي انت هتحكيه لده، ايه اللي هيحصل؟ تحكي لله سبحانه وتعالى. بصوا، ما بقولش دعاء يعني ان انا يا رب كذا وافعل لنا كذا، سلكم الخير كل عاجل واجل، انت يا رب اصلح لنا الاحوال، بهدنا واهدي بنا واجعل. ده دعاء. المناجاه مناجي ربنا، يا كريم يا واسع يا فرد يا صمد يا سبحان يا رب يا ولي يا كل الاسماء كذا وكذا وكذا. اما الحكاوي دي قعدة أنس مع الله، أنصح بيها كل مهموم، وأنصح بيها كل محزون وكل عنده كرب. كلم ربنا يا ابني، كلمي ربنا يا مريم، قولوا له يا رب أنا لوحدي، أنا موجوعة قوي يا رب، أنا محتاجاك قوي يا رب، أنا من غيرك ولا حاجة يا رب، أنا محدش حواليا يا رب، يا رب لا أب ولا أخ ومفيش حد يا رب، أنت بس يا رب، يا رب كن معايا، يا رب كن أنيس، يا رب طمئن قلبي بك، يا رب اجعلني فعلا أرى لطفك على قلبي وبرد اللطف على قلبي. البرد اللي ربنا بيجيبه من لطف على القلب، هو ده اللي احنا عايزينه. أريني أثار رحمتك. أثار رحمة ربنا بس هي اللي مقومة الدنيا على فكرة. احنا عايزين أثار الرحمة دي يا رب. وكلميه، حصل كذا، احكي له بدون دعاء وبدون مناجاة. احكي له، اقعدي في المصلى بتاعك وادعي وقولي لربنا حصل لي كذا وعملوا معايا كذا وانا رديت كذا وكانت صعبانه عليا نفسي جدا يا رب وحصل كذا، ويا رب انا محتاجه منك. طب يا رب انت كنت شايفني، طب يا رب انت كنت سامعني، طب نجيني، طب انقذني. هو ده اعمله امتى؟ اعمليه كل ساعه. كان امبارح اهو الجمعه اهوت، واعملي بقى كل ساعه اعملي ساعه مجابه في يوم الجمعه كله بعد الصلوات. بس ليكي وقت خاص في اليوم، لو هتعمليها يبقى مثلا وقت قيامك، وقت فجرك.